بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إخواني، الموت يدير في كل إنسان، ممكن يصبح ولا يمسي، ويمسي ولا يصبح، يمكن يطلع من بيته ولا يرجع. الموت حياة، الموت حياة أخرى، انتقال من دنيا إلى دنيا. أحد الإخوان جزاه الله خير أرسل لي صورة أحد الميتين، ولما سألوا عنه قالوا أن هذا الشخص يدخن. حاولوا أنهم يذوبون يده لكي ترجع الوضع الطبيعي، ولكن ما زالت يده في هذا الوضع كما ترون بهذه الصورة. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه. ما زالت اليدين، لاحظ الإصبعين كأنها تستقبل السيجارة، لاحظ اليد في وضع الفم كان متجه الفم لأخذ السيجارة. نسأل الله، هذه نهاية إنسان مدخن. فما بالك بالناس العاصين والناس الذين يذنبون، وكيف من يتكاسل عن الصلاة ولا يصلي ويؤخر صلاة الفجر حتى الصباح أو الظهر أو إلى وقت دوامه. إنها كارثة كبرى. كثير من ما نسمع من القصص، ولكن للأسف لم تكن موثقة أو مصورة كما في هذه الصورة، ويقال إنها من الخيال. طبعا كل شيء صحيح في الدنيا، وهذه نهاية إنسان مدخن. نسأل الله لنا ولكم العافية والتوبة والصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم تقريبا صليت على 8 جنائز، هذا في يوم واحد. واحد منهم أعرفه معرفة شخصية، مصاب بالسرطان، الله يشفيه له، كان له سنة. و8 منهم نساء ورجال وأطفال، يعني في صغير وكبير، الإنسان ما يدري متى يموت. لكل حياة نهاية، فانتظر الموت، يمكن يجيك في أي لحظة، فكن مستعدا. والأهم من ذلك أن تكون مصليا صائما حافظا لعهودك وحافظا لصلواتك وعبادتك التي هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فعلا في النهاية كل ينظر إلى رصيده من العبادات، كل شيء ينقطع إلا العبادة، أعمالك الصالحة اللي تبقى لك. شكرا لكم إخواني.